حالنا ما بقاش تمام. ومحدش طايق كلمه من اللي قدامك. تقول رايك وتتناقش. حقك بس من غير خناق. ليه تلاقي اللي قدامك دايما قافش فيك ورأيه لازم هو اللي صح، ولازم رأيه هو اللي يمشي. افهموا بقى، ده اسمه رأي شخصي. حريه شخصيه. ليه تحجر على حاجه خاصه بيا؟ مش كل واحد بدقن ماشي في الشارع يبقى اخوان ونهاجم، ممكن يكون مربيها سنة عن الرسول، مش كل اخواني يبقى بلطجي. ومعاه اسلحه وسيوف وصواريخ مضاده للطيارات. يمكن يكون مقتنع بفكرهم مش اكتر. مش كل واحد نزل التحرير وخدوا صورتين ونزلهم على الفيسبوك بقى ناشط سياسي. ويبقى هو اللي عمل الثورة. الثورة ثورة شعب، ثورة الشعب المصري. مش كل فلسطيني يبقى تابع لحماس. وتشيل منه وتقول ده عدوي، ده عدوه هو عدوك. مش كل واحد تركي يبقى مناصر لأردوغان أو التيار الإخواني. تركيا برضو فيها ناس حلوين كتير بيحبوا المصريين. ده كفاية نور ومهند. مش كل واحد بدقن ممسوك في قضيه مخله أو بيصرح تصريحات إرهابية يبقى سلفي. المذهب السلفي بريء من كل الافعال دي. وبرضو فيهم ناس كتير كويسة. مش كل ماتش اهلي والزمالك نقعد نشتم في بعض. وهاتك يا تريقة. كلنا بنتجمع ونشجع مصر. مش كل واحد تحصل له مشكله في اسم تبقى الشرطة وحشة وظلمة، يمكن انت اللي غلط، يمكن قابلت الشخص اللي غلط. الشرطه والجيش اهلي واهلك، هم اللي بيحموك وهم اللي بيحموني. من الآخر كده مش كل واحد تختلف معاه في الرأي. تمسكوا في بعض. مش كل الناس صح. ومش كل الناس غلط. وعشان نكون احسن ونتقدم اقتنع برايك بس احترم رايي، وحتى لو مش مقتنع بيه ما تشتمنيش. مصر هتبقى أحسن.